سافلا يا حقيرا يا سافلا يا حقيرا يا وضيعا يا ابن الكلب. أنت وسوسو. سوسو من الذي اغتصبك وعمرك 13 عاما؟ من هو حسن؟ لعن عليك يا أيتها المرأة، أيتها الشرموطة، أول مرة أقولها، أيتها الشرموطة. اخرس يا ابن الكلب. أنت امرأة داعرة، ماذا تريدين من؟ هل أعرفك؟ هل صديقتي على الفيس؟ هل التقيت بك؟ هل بعثت لك شيئا؟ لماذا هذا الكره؟ إنه كره مبيت، لأنك ماذا؟ أنك إحدى العاشقات لأيوب. ملعونون أنتم. كنت عم تشهد وقت على المحطة وعلى القناة تبعك. ادعموا القناة. آخر شيء قلت لي ست سوسو، كتبت خلاص ما بقى تحكي معهم، تبعت لي على الماسنجر ردي اكتبي. حميد بن حامو كمان كان عم يساهم معك. الله لا يوفقك. سمير معتوه ومصاب من ضربة ملاكمة وعنده 3 أولاد عميان. خليتني روح اتدين من الناس 500، بعت 100% إلك ويا سمير. قلت لك راح ابعث لك 300 كادو هدية مني لأحفادك حتى ما حسسك انه انت عم تشحد. انا الي 850,000 دولار من الدولة وما عم يدفعوا لي. اولادي دقيقة، اولادي وضعهم سيء كثير، شغل مو كثير منيح، مش كثير منيح بهالمعنى، وعندي ابن ملاحق ما بعرف قانونيا ماليا سياسيا ما بعرف. اخر شيء قلت لك ببعث لك 300، قلت لي لا مو هلا ما تبعتيهم باسم سمير. ايوه قلت لي راح ابعث لهم صورة واحد فيهم على حميد حمد. لهلا جاي الورقة اليومين من الوسيلين هي، لانه انا طلب اخر شيء طلب مني 600 دولار ابر. قلت له انا بحاول ابعث لك اياهم من هون بلكي ارخص. قال لي صعب، يعني بيفتكروا بكره الميليشيات بالعراق انه نحن بدنا نجيب نستورد منهم ومدري شو بيعملوا لنا قصه. بده 600 دولار. قلت له والله ما معي، انا كثير صعب، بس اتركني دقيقه لشوف، اتركني كم يوم وانا بدبر القصه. حكيت مع استاذ كريم يعني محترم، مو اسمه كريم، كل دقيقه بده يطلع لي بقصه، يوم شك ويقين، ويوم كريم، ويوم محمد، ويوم جورج، ويوم سعدان قرود السود، ويوم ربه شو يهوى رب الجنود. دقيقه حكيت مع الاستاذ، قلت له بوس ايدك، عم تسمعوا؟ قلت له بوس ايدك، استاذنا بخطر ووضعه يرسى له، بده 600 دولار حق ابر وكذا وكذا. قال لي سكري اختي انا بحكي معه. حكى معه قال له لا كذا بدي شو. بعدين قال له اوكي. تلفن لي قال لي مش الحال اختي وشكرا كمان لك وتعاونك معنا. قلت له بالعكس انا ببوس ايدك واجرك، يخلي لك صحتك وعيلتك واولادك. مغترب بغير دوله عم يشتغل برا، ما بعرف وضعه اذا منيح ولا لا. قال لي اوكي. تلفن لي قال لي مش الحال اطمني استاذنا بخير. عم تسمعوا؟ استاذنا بخير. بعثت له المبلغ. قلت له بس سؤال اذا بتريد، عم نحكي حكي على الماسنجر، ما فتحنا كاميرا، لا مع ايوب الحقير فتحت كاميرا ولا مع الاستاذ المحترم الكريم. قال لي قلت له بس سؤال استاذ. قال لي خير. قلت له ممكن بس بدي اسالك باسم مروه حميد حمد او حامد او حميد، يعني مبين الاسم عندي اياه طبعا موجود الاسم. قال لي يس بالانجلش كتب لي اياها. سعاد سويدان، ميشيل سويدان، موسى سويدان، سامي سويدان. سأنشر حتى صور أقربائك يا سعاد، أيتها الكلبة أخذتها كلها من الفيس. سأنشر كل المعلومات التي جمعتها، سأنشر سأقول لكم من هي سامية أختها، وسأفضحها، وسأنشر كل الصور التي أخذتها من الفيس. يا سافلا يا حقيرا يا سافلا يا حقيرا يا وضيعا يا ابن الكلب. الله يلعن.